منتهى الغباء انك تيجي تعمل حاجة للمرة التانية بنفس الطريقة وبنفس الأخطاء وتنتظر نتيجة مختلفة. ده منتهى الغباء. ده اللي عمله النادي الأهلي للمرة السادسة تقريبا في تاريخه في كأس العالم للأندية. عايز يحقق نتيجة كبيرة ولكن بيشترك بنفس النظام وبنفس الطريقة وعمره ما بيحقق نتيجة مختلفة. بس طالما الفيديو وصل عندك انزل اعمل لايك وسبسكرايب وخليك معايا بعد الفاصل عشان اقول لك الموضوع من أول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله عبد الرحمن، قناة الشريط المخالف. النهارده هنتكلم عن الأهلي ومشاركته في كأس العالم للأندية للمرة السادسة تقريبا على التوالي. الأهلي كالعادة بيعشم جماهيره إنه هيحقق أرقام قياسية وهيعمل اللي محدش عمله في كأس العالم للأندية، ولكن كالعادة شجرة العشم بتطرح خوازيق. ده بينه هيبقى مرار طافح. النادي الأهلي بيعمل كل حاجة غلط تقريبا في الكورة، يعني عمل كل الجرائم اللي ممكن أي فريق يعملها. جايب مدرب جديد وجايب لعيبه جديده في بطوله المفترض ان هي هتبقى الاقوى بدورها، يعني اقوى بطوله لكاس العالم للانديه هي السنه دي. يمي خاف يعيد. يمي البطوله تقريبا جايبه يعني النخبه في العالم عشان يلعبوا البطوله دي، وانت جايب لعيبه جديده وجايب مدرب جديد، ولا اللعيب عارفه تتاقلم ولا المدرب عارف يتاقلم مع اللعيبه. طب ومين السبب في كده؟ هل السبب في كده اللعيبه ولا المدرب ولا الاثنين ولا الجماهير ولا الاعلام؟ مين السبب في اللي بيحصل في النادي الاهلي؟ النادي الاهلي انا برضو هسألك سؤال كأهلاوي، انت استفدت ايه من الصفقات اللي جت؟ وهل وجود الصفقات في الوقت ده كان ضروري؟ وهل دخول الصفقات بالشكل ده كان صح؟ انت ليه جايب زيزو وتريزيجيه وبن رمضان وبن شرقي؟ الناس دي كلها انت جايبها على اساس ايه؟ ما بقولش ان ما جايبها غلط، ولكن انت جايبهم على اساس ان هم يعملوا اللي ما حدش قدر يعمله قبل كده، ان انت تحقق انجاز في كاس العالم للانديه، وان انت تاخد دوري ابطال افريقيا بسهوله ما يتاخدش بصعوبه، وان انت تعلم على كل الانديه اللي في مصر بطريقه او باخرى، وان تقضي على نغمه ان بيراميدز هو اقوى سكواد لعيبه في مصر. هو ده الغرض من اللعيبه دي. وطبعا في غرض تاني اللي هو المكايده في الانديه المنافسه والشو الاعلامي، ولكن دي اسباب اقل اهميه. طيب واحد زي زيزو، انت لما جيبه عشان ياخد الدوري العام، ما انت من قبل زيزو انت بتاخد الدوري العام. واحد زي تريزيجيه، انت لما تاخد كاس مصر او بطوله افريقيا، ما انت بتاخد البطولات المحليه والمصريه والعربيه كلها بتاخدها بدون اللعيبه دي كلها. انت جايب اللعيبه دي كلها ليه؟ عشان تحقق انجاز اكبر، عشان تعدي سلمه اكبر. طب لما ده كله ما يحصلش، يبقى اللعيبه دي كلها فايدتها ايه؟ انت بتعبي لعيبه وخلاص، انت عمال تعبي لعيبه وخلاص، والناس دي مردودها مش موجود في ارض الملعب. خلي بالك بطوله كاس العالم للانديه هي كانت الحاجه اللي جذبت اللعيبه دي ان هي تجيلك اصلا في الاهلي. يعني تخيل لو الاهلي مش هيشترك في كاس العالم للانديه، كان زيزو هيجي؟ كان تريزيجيه هيجي؟ كان بن شرقي هيجي؟ مستحيل، مستحيل. سيبك بقى من روح الفانيلا الحمراء والنادي الاهلي نادي القرن ومش عارف ايه والكلام الحمصي ده. احنا بنتكلم في واقع. اللعيبه دي جايه الاهلي ليه؟ ليه اللعيبه دي فضلت الاهلي عن الزمالك وبيراميدز؟ لان اللعيبه دي عايزه تستفاد من الشو اللي بيحصل في كاس العالم للانديه. اللعيبه دي بالاخر بالبلدي اللعيبه دي عايزه تلعب في كاس العالم للانديه، فاشتركوا في النادي الاهلي على الاساس ده. فلما يجوا ويقدموا عرض مخيب للامال، طبيعي الموضوع مش هيبقى كويس، وممكن في لعيبه فيهم تندم على المشاركه في النادي الاهلي. هيتعوضوا ماديا وكل حاجه، لكن الموضوع مش هيبقى حلو. فانت النهارده انت جايب لهم كمان مدرب جديد. طب مين هيشيل مين؟ لعيبه جديده ومدرب جديد، مين فيهم هيساعد مين؟ ده كل واحد فيهم عايز اللي يساعده، الى جانب ان اللعيبه مش حاضره بدنيا. يعني انت كنت سبت عماد النحاس كان احسن، وكنت تبتدي بالمدرب الجديد من بعد كاس العالم للانديه عشان على الاقل تقدر تحاسبه، لان انت كده مش هتعرف تحاسبه دلوقتي. هيجي واحد يقول لك اصله لسه جديد، اصل لسه ما تعرفش على اللعيبه، وده كله طبعا كلام نظريا كلام صح للاسف. هتحاسبه ازاي مع ان البطوله بطوله غاليه جدا وبطوله قويه جدا؟ طب والحل والنهايه؟ لحد امتى هتفضل تضحك على الجماهير بتاعتك؟ طبعا هتطلع النغمه بتاعت ان النادي الاهلي هو اللي شرف مصر، والنادي الاهلي هو اللي بيشرف مصر في المحافل الدوليه. كل ده كلام حمصي، كل ده كلام ملوش اي صفه بالواقع. النادي الاهلي حصلت مجموعته. النادي الاهلي بقى نادي مهزأ للاسف. النادي الاهلي في كاس العالم للانديه نادي مهزأ، ولعيبته بتروح تجري على اوضه ميسي عشان تتصور معاه. ده بمنتهى الصراحه، اقسم بالله هو ده اللي انا شايفه. انا مش حاسس ان النادي الاهلي نادي له قيمه في كاس العالم للانديه. اداء اقل من المتوقع تماما. انا مش عارف ايه اللي بيحصل جوه النادي الاهلي بالظبط.
هل المشكله في اللعيبه ولا المشكله في المدرب ولا المشكله فينا احنا؟ حرام بجد اللي بيحصل جوه النادي الاهلي، حرام. اللعيبه دي قيمتها اكبر من كده بكتير، اللعيبه دي لها مردود اكبر من كده بكتير، بس ما بتقدموش. ايه السبب؟ انا ما اعرفش. انا كواحد ما بفهمش كوره يا عم، انا اهو ما بفهمش كوره. انت داخل على بطوله قويه المفروض ليها تحضيرات، ده اللي انا افهمه. انت داخل على بطوله قويه ليها تحضيرات، مدير فني ولاعيبه، وبيحصل تجانس وبيحصل تجارب قبل البطوله، لان انت داخل على بطوله مش سهله. ما ينفعش تدخل فاتح صدرك كده، ما ينفعش. النادي الاهلي بقى مش شغال بسياسته بتاعت زمان، الظبط والربط. النادي الاهلي بقى فيه عنجهيه جامده قوي، فيه عشوائيه جامده قوي. الاداء في الملعب باين عليه انه بيعتمد على الاداء الفردي مش الاداء الجماعي. كل واحد جوه الملعب بيعمل اللي في دماغه. محمد هاني مش عايز ياخد كارت احمر، لو كان خد كارت احمر في الكوره دي كان حافظ على النتيجه 1-0، كان ممكن الاهلي يتعادل بعدها، وارد جدا. ولكن محمد هاني مش عايز ياخد كارت احمر، ودي اثرت على الماتش. خلاص رصاصه الرحمه في الماتش بقت 2-0، الماتش خلص عشان عم محمد هاني مش عايز ياخد كارت احمر. فكل واحد بقى بيفكر في نفسه وبس، وانا مش بلوم على محمد هاني، انا بس دي حاجه افتكرتها في وسط الكلام. انما كل اللعيبه ما فيش حد بيفكر غير في نفسه وبس، وشوف فرصه حسين الشحات وانت تعرف انا قصدي ايه. مين هيلعب على حساب مين؟ بن شرقي ولا زيزو ولا تريزيجيه؟ مين هيلعب على حساب مين؟ اللعيبه واضح عليها ان هي مش قادره تجري، مش قادره تجري في الملعب. فانت بتلعب اللعيبه باساميها، بتلعب اللعيبه باساميها مش بمردودها جوه الملعب. انا تريزيجيه بصراحه مش مقتنع بيه لحد دلوقتي، مش مقتنع بيه ان هو ده تريزيجيه اللي انا كنت بتفرج عليه مع منتخب مصر. ما لعبش كوره بربع جنيه لحد النهارده، من ساعه ما حط رجله في الاهلي ما لعبش كوره بربع جنيه، مش ده تريزيجيه خالص. ومع ذلك برضه بياخد وقت اطول وبياخد مساحه اكبر. طب ليه؟ طب ليه؟ لحد النهارده تريزيجيه انا مش شايفه خالص. بن شرقي بياخد له اخر 10 دقائق، اخر ربع ساعه بيتعامل معامله اللعيب اللي جاي ببلاش، مع ان بن شرقي ده يعني انت حفيت عشان تجيبه. ففي حاجه غلط جوه النادي الاهلي، في حاجه انا مش فاهمها جوه النادي الاهلي. يا ريت انت تفهمها لي، واللي يعرف حاجه انا ما اعرفهاش يا ريت يكتبها لي في الكومنت. لا بس انا ما كنت هناك ايام ملك وجرب، كان في واحد معاه فريق. لا مش هو محمد سعيد هو لا اللي هو هو ده اللي كان موجود وكان ماسك عمر، كان هو اللي بيخلي لان عمر كان بيتدرب معاهم اصلا. لما يكون مثلا الفيلم مش قادر يقعد يتكلم مع الشباب بره يروح مخلي عمر هو اللي بيدرب كده.